بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب تكونوا بألف خير وفي تمام الصحة والعافية وفي أحسن حال يا رب العالمين. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم أحلى شوية مسقعة. أنا قليت كل حاجة وحبيت إن أنا أوريلكم كده على طول عشان الفيديو ما يكونش طويل معاكم. طبعا قليت البتنجان، والبتنجان عشان اطلعه بالمصفى لازم اصفي الحاجة كده كذا مرة بايدي، لازم اعملها كذا مرة البتنجان علشان ما يطلعش شارب الزيت بتاعه. وزي ما انتوا شايفين قليت الفلفل وقليت فلفل احمر، ده فلفل احمر بارد، وقليت طبعا البطاطس شكلها ذهبي جميل. الصلصة يا جماعة اقول لكم عملتها ازاي بالظبط. انا الصلصة بعملها بحط حبة زيت قليلة لا تذكر. ليه لا تذكر؟ لأن كده كده كل الحاجات بتاعت المسقعة شاربة زيت، فما كترش الزيت في الصلصة عشان ما يعومش على وش الصلصة. تمام؟ يبقى حاجة خفيفة تقدري تاكليها وما تحميش على صدرك وما تجيبلكش حموضة. طبعا أنا بحط تومة حلوة في قلب الزيت، وطبعا بقلبها واحط معاها حبة كزبرة محترمين، وبعد كده بنزل بحتة هريسة أنا بعملها. الهريسة اللي هي فلفل حامي مع حبة ملح، دي بفرزها وبحفظها في الفريزر، بطلع من وقت للتاني أجي أطبخ باخد منها حتة. تمام؟ يبقى أنا حطيت توم، حطيت كزبرة، حطيت هريسة اللي هي الهريسة بشطة. بنزل بعد كده بمعلقتين معجون طماطم، وافضل اقلب اقلب اقلب، وفي الاخر بنزل بالصلصه اللي انا عملتها وضربتها في قلب الخلاط. بعد كده بحط ايه؟ بحط حبه كمون، حبه فلفل اسمر، ومرقه دجاج فوريه، ويفضل مرقه دجاج فوريه بطعم الخضار تطلع معاكي وهم. طبعا شويه الملح، وما تنسوش نص معلقة سكر كبيرة أو معلقة سكر صغيرة عشان تعادل حموضة الطماطم، عشان الطماطم ما تبقاش حادقة معاكي. تمام كده؟ طب دلوقتي، وعفوا نسيت أقول لكم حاجة. قبل يا جماعة ما بحط الهريسة وبحط اللهم صل على النبي معجون الصلصة، بطشها بحبة خل. ما تنسوش طشة الخل، لازم الخل اساسي. طب انا دلوقتي لو بعمل مسقعه باللحمه المفرومه احط خل؟ اعمل كل الخطوات دي وما احطش خل، لانها هعملها بلحمه مفرومه، هنزل بقلب اللحمه المفرومه في الصلصه او الطماطم اللي انا عاملاها. يبقى ما تنسوش لو هتعملوها من غير لحمه مفرومه بالطشه اللي هي ايه؟ تومه، كزبره، بعد كده الخل. لكنكم بتعملوا اللهم صل على النبي بتعملوا صلصة فتة، بس طبعا من غير ما بنحط كمون ولا هريسة ولا الكلام ده، عشان صلصة الفتة غير صلصة المسقعة. يبقى صلصة المسقعة حطينا توم، كزبرة، خل، حبة هريسة، مرقة، حبة فلفل اسود صغيرين، وكمون وملح ابيض، وكل ده بتقلبيه ومعجون الطماطم. اعملوها يا جماعة بالطريقة دي هتعجبكم قوي قوي قوي. واهم من كل الكلام ده انك تصفي كل حاجة انتي قلتيها بذمة وضمير علشان ما يحماش على قلبك. وعايزة اقول لكم حتة الهريسة دي بتودي المسقعة في حتة تانية خالص، بتخلي طعمها كده في اللي هي سنة حرقان، مش اللي هي المسقعة المشطشطة الجامدة دي، لا، فيها سنة حرقان كده او لسعة جميلة في الطعم. يبقى زي ما قلت لكم اهم شيء ان انتوا تصفوا زيت البطاطس والبتنجان والفلفل بضمير، وتحطوا حبة زيت قليل جدا في الصلصة. طبعا زي ما انتوا شايفين انا حطيت دلوقتي البطاطس والبتنجان والفلفل. طبعا مش هجيبها كده ايه ادلق الصلصة فيها دلق، لا، بمغرفة كده حلوة، وابدأ بقى ان انا انزل الصلصة في جميع الجوانب بتاعة الصينية، وطبعا اغرقها تماما لما اجي اعمل الصلصة. ويا جماعة خلوها خفيفة، حسيتوا ان الطماطم معاكوا على النار تقيلة حطي فيها شوية مية،
مش هيحصل اي حاجه. ليه؟ لان الصلصه وهي خفيفه اما تيجي تعملي المسقعه كده كده كل حاجه انت قليها هتشرب الصلصه. فلما حضرتك تيجي تعملي الصلصه تقيله او تكون معاكي تقيله قوي، تيجي بقى تحطيها في قلب الحاجات اللي انت حطاها وتدخليها الفرن، هتبقى تقيله قوي 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 قوي. لكن لما تبقى الصلصه خفيفه معاكي، حطلها شويه ميه، هتبقى طعمها تحفه. مش تبقى تقيله كده والطعم فيها الصلصه تقيل، لا خفيفه كده انتوا فاهمين قصدي، مديه جمال وحلاوه تانية. اهو انا غرقت معاكم المسقعه، وطبعا ايه هتدخل في قلب الفرن. هي كده خلاص انا حطيتها في قلب الفرن. خدت ايه، ما تحرقيهاش بقى، حطيها في درجه حراره على 180 200 بس، ايه ما تشيطيهاش. هي كده كده ما بتاخدش وقت في الفرن. ليه؟ لان انت عامله الحاجه جاهزه، كل حاجه مقليه والصلصه كل حاجه تمام. فهي بتاخد بس حوالي 15 دقايق في الفرن مش اكتر، وعلى الشوايه كده اقل من دقيقه، بس عشان الحاجه اللي انت عاملاها ما تتحرقش معاكي وتطلع معاكي مظبوطه. طبعا انا عملتها، وزي ما انتوا شايفين ان انا مش حرقاها بالشكل اللي يعني بتتحرق، لا. اللي هتلاقوا هتلاحظوا اللي هي لو في حاجه محروقه ده البتنجان وطبيعه لون البتنجان، لكن باقي الحاجات مش حرقاها. والطعم بقى مش قادره اقول لكم، لا يعلى عليه. على فكره انا عاملاها في القناه، ماما ربنا يبارك في عمرها عاملاها في القناه، عاملينها يا رب من حوالي 4 سنين، بس عاملينها بطريقه اللحمه المفرومه دي، بطريقه الخل وطشه الخل والثوم والكزبره، ووالدتي عاملاها بطريقه اللحمه المفرومه. يا رب تكون عجبتكم ونالت اعجابكم، وجربوها مش هتخسروا، بالعكس هتكسبوا كتير، وهتحبوا ان انتوا تعملوها اكتر من مره من جمال طعمها. وزي ما قلت لكم اهم شيء ان انت لما تيجي تطلعي الحاجه من القليه، افضلي كده بقلب المصفى اللي انت بتطلعي بيها، بقلب الصفايه او المصفى اللي انت بتطلعي بيها، تفضلي كده بايدك تدبي الحاجه في قلب الطاسه علشان الزيت ينزل تماما وميبقاش في زيت، وتطلعيها كده على الورق الابيض اللي هو بيتباع عند محلات الاكياس. زي ما انتوا شايفينها، طعم شكل وريحة وجمال مش قادرة اقول لكم، حاجة فاخر من الاخر. وبصوا الصلصة معايا خفيفة كده، مش مختنة تقيلة، لان كده كده يا جماعة المسقعة بتشرب كل الصلصة، فلما انت تعمليها تقيلة هتشربها خالص. احنا عايزين يبقى فيها صوص كده صلصة. بصوا الطبق بيتكلم عن نفسه، والله جربوها يا جماعة ومش هتخسروا، وربنا يا رب يديم المعروف والمحبة ما بيننا.